حالة ارتياح كبيرة تسيطر على كولر في ميران الفريق الأخير في ظل تألق أغلب العناصر الأساسية وشعور بوجود رغبة وإصرار لدى جميع اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية ضد سان داونز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكابتن محمود الخطيب يشعل حماس لاعبي الأهلي في الميران الأخيرة ببعض الكلمات التحفيزية، ويؤكد لهم أنه ينتظر منهم تقديم مباراة قتالية اليوم والظهور بشخصية الأهلي وتحقيق نتيجة مجدية للجماهير قبل مواجهة الإياب، وينهي جلسته معهم بقراءة الفاتحة أملا في أن يوفقهم الله عز وجل في هذه المهمة. عدم رضا كبير تسيطر على جماهير الأهلي من تعيين بين سبورت القطرية على محمد علي معلقا على مباراة الفريق أمام سان داونز اليوم. الأهلي يجهز الأحادية المقاومة للمياه تحسبا لسقوط أمطار في مواجهة اليوم أمام سان داونز. محمد هاني يؤكد أن الجميع في الأهلي على قلب رجل واحد ولديه رغبة قوية في العودة بنتيجة إيجابية للقاهرة ومرضية لجماهير النادي الأهلي. هناك حماس كبير يسيطر على الجميع ورغبة في تحقيق دوري الأبطال للمرة 16 على التوالي لأول مرة في تاريخ النادي، خاصة أن هذا هو الحلم الأكبر لهذا الجيل من اللاعبين. مدرب الترجي التونسي يؤكد أنه ليس معنى أن الأهلي سيلعب مواجهة الإياب على أرض وإنه لديه ميزة إضافية للصعود للدور المقبل، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بمواجهة الذهاب، ففي حالة تحقيق فريق نظيفة ستكون الأمور معقدة للغاية على الأهلي في مواجهة الإياب. حمزة علاء حارس الأهلي يؤكد أن الجميع في الأهلي يعرف مدى صعوبة وأهمية مواجهة اليوم ولديهم الرغبة قوية لتكملة المشوار للنهاية والتتويج باللقب، والجميع يطلع لتحقيق إنجاز كبير يحسب لهذا الجيل من اللاعبين بتحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والأهلي يضطر إلى اللجوء إلى شركة طيران أجنبية والتحمل أعباء مالية كبيرة لإعادة الفريق من جنوب أفريقيا بطائرة خاصة بعد مواجهة اليوم، بعدما أجبرت السلطات في جنوب أفريقيا الطائرة التي نقلت الفريق والتابعة لمصر للطيران على العودة للقاهرة أمس بسبب عدم اتفاقهم على خط السير التي ستتبع الطائرة أثناء رحلة العودة، حيث كانت ترغب شركة مصر للطيران في توجه الطائرة إلى كينيا أولا للتزويد بالوقود قبل أن تستكمل رحلتها للقاهرة، وهو ما تحفظت عليه السلطات في جنوب أفريقيا وتمسكت بسفر الطائرة للقاهرة مباشرة. أحد جماهير الأهلي تعليقا على الخبر المنتشر على جميع مواقع مصر عن دعم الوزير لبعثة الأهلي وبيراميدز في جنوب أفريقيا وإجراء اتصالات للاطمئنان عليهم: لا نحتاج منك دعم ولا اطمئنان عليك، التركيز فقط مع لاعبي الزمالك في الراحة التي حصلوا عليها. قد يكون دونجا في حالة ملحمة لمن يدعم نفسيا في تلك الفترة لكي يعود بمستوى أفضل مع عودة الفريق لاستكمال مباراة الدوري. أحد المقربين من محمد صلاح يؤكد استحالة موافقة ليفربول على مشاركة اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية حتى لو كان لدى اللاعب نفسه الرغبة في ذلك. الأهلي ينفي انضمام تريزيجيه وعبد القادر للفريق بعد انتهاء الدوري القطري، ويؤكد أن الثنائي مستمر مع الريان وقطر القطري حتى الآن لخوض بطولة كأس الأميرة التي ستجرى خلال الأيام القادمة. نادي جرين هيلز يقرر إقالة المدعو مصطفى القاضي منصب المدير التنفيذي للنادي بعد الإساءة للكابتن محمود الخطيب، ورفضوا حضور التحقيق معه، فيما نسب إليه رابطة الأندية. تقرر تعديل مواعيد مباراة الدوري المصري خلال الفترة القادمة بسبب التوقيت الصيفي، وإقامة المباريات في الساعة 5 و8 مساء بدل من 4 عصرا و7 مساء. تهاني مابوندو قائد سان داونز السابق قبل مواجهة الأهلي: الجميع يحب لعب هذا النوع من المباريات، والمباراة بلا شك ستكون صعبة للغاية لأنها بين منافسين يعرفون بعضهم البعض جيدا، فالفريقان يتواجهان بشكل دائم في تلك الأدوار، وهذه النوعية من المباريات لا تقبل الأخطاء تماما لأنها تلعب على التفاصيل الصغيرة. سان داونز يحترم الفريق المنافس الذي يمتلك لاعبين محترفين للغاية، ونعتقد أنهم يحترمون سان داونز كذلك لأننا الآن من أندية القمة في القارة. المباراة النهائية بلا شك يريد الجميع أن يكون طرف فيها، لذلك لاعبي سان داونز مطالبين بتقديم كل ما لديهم ليكون هناك نعرف قوة الخصم جيدا، ونأمل أن يكون لدينا القدرة على استغلال نقاط الضعف لديهم، وفي هذه الأدوار من البطولة لابد أن تكون على معرفة جيدة بكل شيء عن خصمك وهو ما عمل عليه الفريق خلال الفترة الأخيرة، وعلينا الحذر من استقبال أهداف على أرضنا لأنهم أيضا نحتاج للعب بتركيز عالي جدا لكي نتجنب أي أخطاء، وعلينا ألا نهتم كثيرا
بما يقال أن الأهلي مستواه الفترة الأخيرة غير جيد، خصوصا أن هذه المباريات مختلفة تماما ولها حسابات خاصة. وكما أكدت سابقا، هذا الفريق يملك خبرة كبيرة في هذه الأدوار، وعلينا الحذر جميعا يسعى لتقديم كل ما لديه في هذا النوع من المباريات، لأن القارة بأكملها تشاهدها بعكس مباريات الدوري. وأعتقد مباراتي الذهاب والإياب سيكون اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية الفريقين لبطولة كأس العالم، والذين سيشاركون فيها معا في يونيو القادم. كي كان لاعبا سان داونز السابق قبل مواجهة الأهلي هذه المباراة التي يقاتل الجميع من أجلها، لعبة خاصة أنها تحظى بمشاهدة ضخمة في القارة بأكملها. ولاعبي سان داونز محظوظين للغاية وأمام فرصة رائعة لبلوغ النهائي. والمنافس على اللقب الأهلي فريق كبير ويعرف جيدا كيف يلعب خارج أرضه، وبلا شك في هذه المباراة الخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب بالقاهرة أكثر ما أخشى. الأهلي هو لاعبي خط الوسط بسبب الجودة التي يمتلكونها، خاصة محمد مجدي قفشة رائعا جدا في التسليم والتسلم. وأنه من الجيد جدا أن علي معلول غير جاهز لهذه المباراة، لأنه كان دائما يشكل خطورة على مرمانا من الجبهة اليسرى. هناك أيضا لاعب رقم 14 بالأهلي حسين الشحات، علينا أن نكون حذرين من تحركاته وقدرته على الاختراق من الأطراف. سيطرة سان داونز على الكرة لن تكون كافية للتأهل للمباراة النهاية، ولا بد من تسجيل أهداف. فلو استمر التعادل كثيرا سيظل الأهلي يدافع حتى يجد الفرصة للإنقاذ على مرمانا والتسجيل. هو لذلك على لاعبي سان داونز التركيز طول المواجهة، وعلى اللاعبين التحرك كثيرا بدون كرة في هذه المباراة حتى يجهدوا مساحات في دفاعات الأهلي، وهو ما قاموا به أمام الترجي في ربع النهائي. علينا أن نسجل بمرمى الأهلي أكثر من هدف هنا، لأن اللعب على استاد القاهرة أمام ملعب ممتلئ، ملعب الرعب التي يكون به كاملا بالجماهير، لن يكون سهلا على الإطلاق. لا يمكن التنبؤ بنتيجة المباراة، لكني أتمنى أن نخرج فائزين من مواجهة اليوم بهدفين أو ثلاثة. علينا فقط ألا نمنع هدف خارج ديارهم. لاعبي الأهلي بالتأكيد يتذكرون أننا هزمناهم بخماسية مرتين من قبل هنا، لذلك هذه المرة بالنسبة لهم وسيقدمون أقصى ما لديهم في مواجهة اليوم. مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اليوم سعيد بتواجد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل دائم، ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم حاجة تصلي على النبي والاشتراك في القناة واللايك الجميل.